بعد 59 يوم من العدوان في ناس كثير مستغربة انه واحد مثل معتز عزيزة ولا زميلنا صالح الجعفراوي ولا سين وصاد من الشباب اللي موجودين بغزة وكانوا سبب في نقل هذه الصورة من المأساة الأكبر في تاريخ البشرية، قالوا احنا تعبنا. واليوم بعد ما كنا طيلة الفترة الماضية عم ننقل صورة الضحية والحقيقة سنبحث عن طوق النجاة، لأنه الله أعلم هذا آخر فيديو ولا مش آخر فيديو لإلنا. ليش تستغربوا يا جماعة؟ ما في داعي للاستغراب. ما هو إذا العالم اللي صار لنا 59 يوم عم نصدر له صور أولادنا ونحن حاملينهم وبنقول لهم إسرائيل بتهرسهم، إسرائيل بتسويهم لحمة مفرومة، إسرائيل بتسويهم أشلاء، حملنا اولادنا مشان تتاكدوا انه اولادنا ماتوا بصواريخ اسرائيليه امريكيه، ولهلا مش مصدقين. وسائل اعلام عبريه واجنبيه بتخرج بتقول الفلسطينيون يحملون دميه ليبينوا كذبا وزورا جرائم اسرائيل. هذه دميه، وال10,000 طفل، ال20,000 شهيد، هدول الضحايا دمى؟ الشعب الفلسطيني كله دمى؟ لسه بتفكر اذا اللي عم تعمله اسرائيل جريمه حرب ولا مش جريمه حرب؟ لسه عم بتفكر بقانون دولي وحقوق إنسان وطفولة ونسوة ومش عارف شو؟ هذا عالم فراطة، عالم فراطة، فراطة. والعرب